على بركة الله. اليوم كتنطلق بطولة كأس العرب 2025 وعندنا بطل العرب اللي هو المنتخب الجزائري. واش المنتخب الجزائري غيحافظ على اللقب ديالو وغيدافع عليه بشراسة ام غنشوفوا اللقب كينتزع منه من طرف هاد ثلاثه ديال المنتخبات اللي هي المغرب، تونس، مصر؟ انا المهم عندي ما يفوتش هاد الكارير، ما يدورش لجهه شرق اسيا، ما عنده ما يدير تما غير غيكرم تما، خصو يبقى هنايا عند ابطال العالم. اللي كنتمنى من المنتخب المغربي ينزع لي اللقب من المنتخب الجزائري، لان المنتخب الجزائري منتخب قوي وغيدافع بشراسة على هذا اللقب هذا. اما نسور قرطاج حتى هما جايين معاولين حتى هما يحيدوا اللقب للمنتخب الجزائري، والمنتخب المصري حتى هو معاول عليكم الجزائريين يحيدوا لكم اللقب. المهم غنتنافسوا نحيدوا لكم هذاك اللقب. المهم ما يفوتش هذا الكاريال شمال افريقيا، المهم خصو يبقى انا نتنافسوا مع بعضياتنا نحيدوا هذاك اللقب للمنتخب الجزائري. والمنتخب الجزائري ما غيسكتش، المنتخب الجزائري ما ساهلش، المنتخب الجزائري بطل العرب، غيدافع على اللقب ديالو وما توقعش منهم غير يدافع على اللقب ديالو. حنا المنتخب المغربي نقدروا ننزعوا عليك، غنزعوا لكم ان شاء الله، غنزعوا لكم هذاك اللقب. المهم يدور حتى حنا لعندنا، يبقى حتى حنا لعندنا واحد 4 سنين ان شاء الله. المهم خصو يدور لهاد الجي، ما يبقاش تما. المهم كنتمنى ان شاء الله نشوفوا واحد المقابلات، نشوفوا واحد النديه، نشوفوا من هاد 4 المنتخبات. المهم خصهم يبقاو، يا اما يبقاو حتى النهايه، يا اما المهم يجيبوا اللقب. ما عندنا المهم انا فين ما جا هذاك اللقب غير كنتمنى يجي مغربي ياخذ المنتخب الجزائري على اللقب ديالو، ماشي مشكل. خدا المنتخب التونسي ماشي مشكل، خدا المنتخب الفراعنه ماشي مشكل، خدا المنتخب المغربي، داكشي اللي بغيت. المهم الكاس العربيه تبقى مغربيه ان شاء الله، وكنتمنى التوفيق للجميع، يا منتخب جزائري، يا منتخب مغربي، يا منتخب مصري، يا منتخب تونسي، المهم مغاربي.